لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. إذا شتي والصافرة تأتي من حكم المباراة محمد الحيح تنطلق مقابلة الوداد الرياضي وفريق اتحاد جوارقة. الوداد الرياضي تلعب أمامية الشرقي البحري بالفنية، يعيد الكرة سيف الدين بورا، رأسية ممتازة مباشرة. سيف الدين بورا يلعب هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة سيف الدين ضاعت له هجمة مرتدة مضادة تعود لتكون سريعة من جانب عناصر فريق اتحاد جوارقة داخل منطقة الجزاء لإبعاد التمرير العرضي الجانبي. ونشوف هنا الاختراق، محاولة اتحاد جوارقة، فرصة أرسل زولا في المكان المناسب. سيف الدين بورا كيختار الكرة ديالو أمامية الشرقي البحري، اختراق دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة صويبة يواجهها بكل براعة عبد الرحمن الحواصلي. الشرقي البحري كان قريب ويبعد الكرة الماضية. لاحظوا حوار بين الشرقي البحري وعبد الرحمن المراوغة، كيراوغ سرغات، كرة أمامية، محاولة داخل منطقة الجزاء في اتجاه العملية الدراسية، كرة الهدف، كرة لعبات بشكل ممتاز على مستوى يقول هنالك زاوية. لاحظوا هنا الطريقة ديال التعامل مع ديال الكرة، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، العملود بالطريقة ديالو كان سريع، مشى الكرة. إلياس من الجهة اليسرى، تمريرة أمامية، حناش سفيان تمرير جانبي، سقوط داخل منطقة الجزاء، الحقوط حناش داخل منطقة عادل الرمزي. نشاهد هنا اللقطة، نشاهد هنا بابا مادي كاتيو، لاعب اللي قام السنغالي ذو 22 سنة. شوفوا هنا اللقطة، حناش دخول داخل منطقة الجزاء ثم التدخل الذي يأتي في هذه اللقطة، إشارة الفار مما يؤكد أنه يسير إلى قرار إعلان ضربة جزاء. يتقدم ويضيع هدف. لقطة غريبة، ما زال الوداد يواصل المسير، يبحث عن كرة أمامية، كرة محاولة تصويبة من سرغ، تدخل وإبعاد للخطر وإبعاد لكرة كان بإمكان أن تكون في شباك فريق اتحاد في المكان المناسب، وتمكن من إيقاف العملية الماضية. بديعو كينطلق عملية هجومية، محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة تمريرة كترجع من جديد، تصويبة سيمون ديدو يقدم الإضافة، لعب كورتو بهذا الشكل، عملية هجومية من حلاش الاستفادة من هذه الكرة ودادية داخل منطقة الجزاء. العملود يبحث للاستفادة من هذه الكرة في آخر مطاف. عائلة كروية معروفة، بكري طار الخليج، تمريراته رائعة في المونديال، الكرة في الخط الأمامي والمطيع كاد أن يسقط في الماء. سيف الدين بورا يستفيد من هذه الكرة، يبحث عن المراوغة، يراوغ اللاعب الأول الثاني، تمريرة داخل منطقة الجزاء. العملود الانزل وماذا هناك، الحكم يقول وصل اللاعب الكرة. تمريرة أمامية، انطلاقة هجومية من الجهة اليمنى، تصويب أمامية والحارس المطيع يتبكى، الانزال ثم بعد ذلك التصويب. شي كرة بهذا الشكل من جانب سهيل فريق اتحاد جوارقة، الانطلاقة من الجهة اليسرى، كرة وتمريرة من رضوان المقدم، فرصة ممتازة والهدف الأول في مباراة اليوم. تمريرة عرضية جانبية، دخول داخل منطقة الجزاء، والاستفادة تأتي من جانب لاعب فريق تمكن من إيقاف الكرة الماضية. لاحظوا رضوان مقدم من الجهة اليسرى، تمريرة داخل منطقة الجزاء والكرة تأتي بهذا الشكل. إذا تابعنا اللقطة، ذكر وصلنا دقيقة 75، شال الهدف بهذا الشكل بالطيب داخل منطقة الجزاء. شوفوا هنا اللقطة، التمريرة الأولى ثم هنا اللقطة التمريرة الثانية. الساحة يقول هنالك تسلل، يلغى الهدف الماضي. ولاحظوا الخطوط الخاصة بالتسلل من جديد. رضوان يتقدم، حضر الكرة ديالو مرور ممتاز، الجهة اليسرى الانطلاقة، البحث عن بالطيب، قام كرة أمامية لسيمون لديدو، تصويبة ولكن بعيدة إلى خارج. تمريرة
هشام من خلال التسلل مرة أخرى. هنالك تمريرة دخول داخل منطقة الجزاء، إمكانية إنزال هذه الكرة، تصويبة، فرصة ممتازة والهدف. هدف للوداد، هدف في الأنفاس الأخيرة، هدف عنوانه 3 نقاط. الوداد يسجل، الوداد يتمكن من وضع الكرة في الشباك. لعب عملية هجومية لعبت بشكل ممتاز، اختراق دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة عرضية جانبية.